نهار ابيض على الجمال. تعالوا نشوف بقى احلى بطاطا، حاجه كده اللهم بارك، وفي الفرن. لا نحط في صينيه كامله بقى ونشيل بالخرطه، لا، كل واحد ياخد طبقه لوحده. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الجمال، اللهم بارك اللهم بارك. شايفين جميله قوي. حاجه كده بجد تستحق التجربه، ومش مكلفه خالص خالص. اخيرا سعرها نزل ل5 جنيه، عمرها ما نزلت ب5 جنيه السنه دي غير اليومين دول. تعالوا بقى نعمل النهارده فكره حلوه قوي للبطاطا، صنف حلو مش هيكلفنا اي حاجه خالص. طبعا احنا عاملينها السنه اللي قبل اللي فاتت بالكريم كراميل، وطبعا الفيديو جايب مشاهدات ما شاء الله، الله اكبر. انا معايا هنا كيلو من البطاطا. قبل اي حاجه يلا هنسمي الله ونصلي على الرسول، ولايك وشير ومتابعه للصفحه، وندخل في الوصفه بتاعتنا. معايا كيلو من البطاطا، قشرته بالشكل ده وقطعته لحلقات تكون يعني لا سميكه قوي ولا رفيعه قوي، تمام؟ عشان احنا ايه هنسويه في الحله مع بعض كده. خلصت كل الكميه تقطيع، ورحت جايباها بقى في الحله بتاعتي، حطيتها كده. وهضيف عليها طبعا السكر حسب الرغبه. انا ضفت عليها حوالي 4 معالق سكر، بس جت مسكره قوي، فيعني ايه، حاولوا تقللوا السكر لو انتم مش بتحبوا السكر عالي زي كده، تمام؟ طبعا السكر حسب رغبتكم، انتوا مش عايزين تحطوا سكر خالص مفيش اي مشكله. حطيت عليها نص كوبايه من الميه ورفعتها على النار، وناخد بالنا ما نعليش النار عليها، عشان بس لما الميه تنشف منها البطاطا ما تكرملش مع السكر وتتحرق منكم، تمام؟ وتلزق. هنا كانت خلاص استوت خالص اهيت، حتى بالمعلقه بتتهرس، مش محتاجه اصلا ان هي ايه تتهرس بهراسه زي دي، بتتهرس باي حاجه يعني، من كتر ما هي ايه مستويه، تمام؟ خلاص بعد ما هرستها هنا هبدأ ان انا احط عليها معلقة سمنة بلدي، بتنقل التست بتاعها في حتة تانية خالص يا جماعة. عايزين تستغنوا عن معلقة السمنة دي مفيش اي مشكلة برضو، دي حسب رغبتكم، حاجات اختيارية مفيش اي مشكلة منها. تقدري في المرحلة دي تضيفي عليها اي مكسرات عندك، زبيب، سوداني، جوز الهند، مفيش اي مشكلة. هتحط المكسرات وتروح جايه مقلباها عليها، ونبدأ نحطها في بولات صغننة زي دي، تمام؟ لسه ما نملاش البولات قوي، عشان لسه في طبقة تانية هنحطها على البولات، هنملى بيها بقية البولة يعني، تمام؟ هبدأ بقى في الحلة بتاعة البطاطا، هحط نص كيلو من الحليب، وهنزل عليهم كده بحوالي معلقتين من السكر. المج اللي معايا ده مج صغير اصلا. وحطيت كمان معلقتين ونص من الكاستر. ما بقى عندكيش كاستر تقدر تحطي نشا، تمام؟ ده بديل ده، بس الكاستر بينقلها في حتة تانية خالص، بيخلي طعمها احلى واحلى. هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كده على البارد، مش على السخن، واللبن يكون بارد يا جماعه عشان بس ايه ما يكتلش مننا. ونبدا ان احنا نرفعه على النار مع التقليب والتحريك المستمر، ونطفي لما نشوف البابلز ده. قبل كده لا ما نطفيش، عشان بس ايه ما تبص مننا، تمام؟ وهبدا بقى ان انا احط الطبقات بتاعتي كده على البطاطا زي ما احنا شايفين كده. طبعا بتكون البطاطا بردت خالص يعني، عبال ما نعمل الطبقه التانية مفيش اي مشكله منها. في المرحله دي نقدر نقدم الحلو بتاعنا بالشكل ده. بس انا حبيت ان انا ازود التست بتاعه، وحطيته في الفرن ان هو يبقى إيه الوش بتاعه واخد وش ذهبي كده وحلو زي ما هتشوفوه دلوقتي، تمام؟ تعالوا نشوف النتيجه بقى بعد ما خرجناها من الفرن. نهار ابيض على الجمال. تعالوا نشوف بقى احلى بطاطا، طبقة الكاستر، حاجة كده اللهم بارك، وفي الفرن. لا نحط في صينية كاملة بقى ونشيل بالخرطة، لا، كل واحد ياخد طبقه لوحده. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الجمال، اللهم بارك اللهم بارك. شايفين الطبقات، الله، تحفة. جميلة قوي. حاجة كده بجد تستحق التجربة، ومش مكلفة خالص خالص. بعيش منها اكل من حلاوتها.